تعالوا كده اكلمكم عن 5 نقاط عملناهم في الحوض ده علشان يبقى عملي. احنا قلنا اول حاجه ان احنا بنحاول نخلي الحاجه شكلها حلو وفي نفس الوقت عمليه. شكلها حلو فدي اذواق، ولكن انا اعتقد ان هو شكله حلو برضه يهمني رايكم فيه، ولكن اللي انا عايز اتكلم عنه ازاي نخلي الحوض ده عملي. اول حاجه واتكلمنا عنها كتير ان الاحواض دي بتتعمل من بورسلين. علشان يبقى الموضوع عملي لازم يتعمل لها طبقه دبل من تحت، بتكون من الميراموكس او من الرخام، بس الرخام بيكون تقيل. الفينش بتاعه ده بيكون عالي جدا بشكل، يعني انا هقرب لكم عليه التصوير، بشكل ان ما يكونش فيه اي شرذمه اطلاقا. متثبت على قوايم حديد او على زوايا كانات حديد بتكون داخله في الحيطه او معموله بمسامير، بحيث ان هو حرفيا ممكن يطلع عليه مفيش فيه مشكله. يبقى الجزء العلوي ده كده يستحمل ميه، يستحمل اوزان، وشكله حلو. يبقى دي اول حاجه في المعادله. لو نزلنا تحت كده هنلاقي ان اليونت الخشبيه دي معموله من الفوم بورد. الفوم بورد زي ما قلت قبل كده بيستحمل الميه تماما، فعشان نحقق فيها العمليه والشكل اديناها الاضاءه اللي جوه دي عشان نخليها عمليه. قفلنا من جوه اليونت مش بالعمق ده كله، اتقفلت من ورا، فعملنا فصل ما بين الصرف والميه عشان لو فرضا في لي ضرب ما يغرقش اليونت من جوه ميه، وفي نفس الوقت ما يعرضش الاضاءه دي للميه. هتقولي هو الاضاءه لو تعرضت للميه هتكهرب؟ هقول لك لا طبعا، لان هي طالعه لحد السقف بترانس موجود فوق، بس برضو انا مش عايز اعرضها للميه، علشان حتى على الاقل لو حصل ان في ميه اتدخلت جوه ما تبوظش الليد، لكن هو مش هيكهرب، مع ان هو برضو محطوط جوه كفر ليد بروفايل. يبقى ده فوم بورد متدخل شويه عن الوش البورسلين، لو خدتوا بالكم داخل لجوه سنتي عشان يقلل من فرصه ان هو يتوسخ ويتعمل له نظافه بشكل كتير، لان برضو اي هيدك بيحصل على اي ماتيريال بيقلل من عمرها الافتراضي. فاصبح عندي حوض حرفيا لو جبنا مسدس ميه وضربناه بيه ولا هيحصل له اي حاجه، وفي نفس الوقت شكله كويس. ويهمني برضو فكره الشكل دي ان انا اسمع رايكم فيه. اللي انا عايز اقوله لكم بقى، اخدين بالكم في حاجه من الباب ده؟ في حاجه احنا عاملينها في الباب ده فعلا بنجربها دلوقتي، لو نجحت هتبقى حاجه كويسه جدا، واكيد هعمل لكم فيديو عنها، لانها فعلا مشكله كبيره بتواجه الكل، واحنا بنجرب حاجه دلوقتي ماتيريال معينه، ولو نجحت هتبقى كويسه جدا باذن الله. شكرا.